لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. لكل اللي عم يشاهدونا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، مرة تانية بنرحب فيكم، بنقولكم مساء الخير. برنامج صحتك بالدنيا كل أسبوع يوم تنين عم نكون ضيوفكم، ويكون عندنا ضيف عزيز على قلبنا، الدكتور جوان عبد الباري خلف. اليوم هو ضيفنا، اختصاصي بالتشخيص الشعاعي. اليوم رح نحكي عن محاور جدا مهمة وجميلة. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا الدكتور جوان ونقول له مساء الخير دكتور. مساء الخير والصحة للجميع، لك والمستمعين الكرام. شكرا لكم دكتور. مستمعينا، إذا حابين تأغنوا لقائنا فيكن عبر تعليق، تكتبوا السؤال اللي بيخطر على بالكم بما يخص عالم الأشعة، عالم التشخيص الشعاعي، التصوير. اليوم هيك محاور كتير هيك مهمة اخترناها ورح نناقشها مع ضيفنا الدكتور جوان. أي سؤال يخطر على بالكم فيكن عبر تعليق بالبث المباشر، رح نجاوب على أسئلتكم ورح نكون مسرورين ورح تأغنوا لقائنا باستفساراتكم. الأرقام واضحة على الشاشة ورح نبدأ حلقتنا طبعا معكم. أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وصدفنا الدكتور جوان. اليوم دكتور هيك يا ريت لو نحكي عن كيفية استخدام التصوير الشعاعي، شو له أنواع. سابقا كان في يعني إجراءات بسيطة، هلا اليوم صار عندنا إجراءات متطورة بالمنطقة، لو نحكي عنها. عائلة الأشعة عائلة واسعة، بدأت بالأحرى من نهاية القرن التاسع عشر باختراع الأشعة السينية آه، من قبل عالم ألماني اسمه رونتجن. رنتجن اخترع الأشعة السينية وسماها أشعة إكس لأنه ما كان يعرف لها اسم، فاسمها الأشعة السينية وأشعة إكس أو أشعة رنتجن في بعض رينجن الصور. كانت الصورة الشعاعية اسمها صورة شعاعية، هلا حاليا عم نسميها الصورة الشعاعية البسيطة لأنه صارت في صور شعاعية معقدة. صح. الصورة الشعاعية البسيطة كانت من هداك الوقت وليومنا الحالي تعطي شغلات بسيطة عن يعني تعطي معلومات بسيطة ولكنها قيمة في أحيان كثيرة، فما زالت الصورة الشعاعية البسيطة هي الأساس في عالم العظمية. تماما. ما زالت هي الصورة رئيسية وجيدة جدا في صورة الصدر، ما في استغناء عنها. ولكن في بعض الأمور، في دراسة البطن، في دراسة الجهاز البولي، في دراسة شغلات دقيقة تراجعت نسبيا. يعني كان عندنا عائلة من الأشعة، يعني قسم من الأشعة يسمى بالتصوير الظليل. نعم. تصوير الظليل كان تصوير ظليل للمعدة والأمعاء والقناة الشوكية وتصوير قصبات ظليل. هي الصور تقريبا طلعت من الخدمة أغلبيتها، يعني تمام. الجيل الجديد تقريبا ما حد يستعملها لأنه في تطورات بالأشعة صار عندنا بسبب تقدم التكنولوجيا. استعملت مع الأشعة السينية الآليات الحاسوبية والإلكترونية اللي تخلي نستعمل الطبق المحوري، الطبق المحوري العادي والطبق المحوري الحلزوني، ثم بعده اجى وهلا حاليا الطبق المحوري متعدد الشرائح اللي عنده امكانيات فظيعه بحذف انسجه كامله. حلو. يعني تعطينا صوره حقيقيه، يعني التشكيل الالكتروني المحوسب للصوره يخلينا نشاهد نسيج جسم الانسان كما هو في الحقيقة تقريبا. يعني نقدر نصور شرايين القلب مثلا، شرايين الأطراف كلياتها. يعني صارت بصراحة هي ثورة في مجال الأشعة، يعني صارت ثورة في المجال. في عم نحكي هلا عن الأشعة السينية واستعمالاتها كطبق محوري طبعا بالإضافة إلى الأشعة السينية استعمالاتها بمجال الطبق المحوري والأشعة البسيطة. عندنا الصور الماموجرام نتحدث عنهم عادة في شهر سرطان الثدي، نعمل دائما لقاءات فالماموجرام حلو. نوع من الأشعة السينية الخفيفة اللي تستعمل خصيصا لدراسة نسيج الثدي. بالإضافة إلى ذلك عندنا عم نستعمل الأشعة السينية درجة امتصاصها في العظام في أجهزة دراسة الكثافة العظمية
وهي أجهزة خاصة تدرس كثافة العظم، يعني من أجل شغلات كثيرة، ومن بينها دراسة ترقق العظام، نقص فيتامين د، استخدامات الكورتيزونات. يعني هي استطبابات هالتصوير هذا، التصوير قياس الكثافة العظمية. عدا الأشعة السينية عندنا الأمواج فوق الصوتية، ونستخدمها في مجال الإيكو والدوبلر. تماما. وهي كمان يعني تطورت، فمن إيكو عادي ببروب بسيط فقط بسيط، هلا عندنا انواع من البروبات متعدده تعطي لدراسه، في بروبات خاصه لدراسه الانسجه السطحيه. نشرح للمستمعين البروب هو عباره عن مجس اللي هي الجهاز اللي بينحط على جسم الانسان. ايوه. فهلا بنحكي عن مجسات متنوعه، صار عندنا تشكيل رباعي ابعاد. حلو. يعني الرباعي الابعاد هو ثلاثي ابعاد، يعني الابعاد السلاسل بالفراغ، اضافه الى بعد الزمن، انه يعطينا صوره عم ندرس مثلا جنين. نعم. في الزمن الحقيقي، يعني في الزمن اللي عم نشوف فيه حاليا شلون عم يتحرك. كان الثلاثي الابعاد هو تشكيل بالكمبيوتر، ياخذ وقت وما يعطي صوره دقيقه 100%. صح. بينما الرباعي يعطي صوره بسرعه دقيقه جدا. في لسه الجيل اللي بعده خماسي الابعاد. صح. الخماسي الابعاد هو لدراسه الشيء الموجود داخل هالجوف. مثلا عم ندرس تجويف. أيوة. الموجود داخل هذا التجويف. هذول الاطباء النسائيه ربما يستخدموها. الاطباء النسائيه يستخدموها طبعا لدراسه التشوهات الجنين. وامور كثيره يعني. تصير تخدمنا كثير في هالمجال هذا. إضافة لذلك في عنا الرنين المغناطيسي اللي يعتمد على طاقة الحقل المغناطيسي والترددات الراديوية. والرنين المغناطيسي كمان بيتطور يعني يوم عن يوم. نحن هلا عم نحكي بيكون بجوز صار تطورات بمجالات محددة. صح. طبعا في مجال لسه الطب النووي اللي هو منه قسم منه معالجة شعاعية بالأشعة للأورام اللي ما عندنا بمناطقنا ما في. تمام. بدمشق. بدمشق. وعندنا الطب النووي دراسة الأورام والآفات بالنظائر المشعة. أيوة. كمان ما عندنا إياها. يعني الطب النووي بمناطقنا مو موجود، لأنه هي الطب النووي تحتاج لمؤسسات دولية تتعامل مع يعني مؤسسات لازم تكون حكومية، لأنه صح. المواد المشعة ما بتنعطى لأشخاص، يعني لازم يعني. تكون طبعا من الشغلات الجديدة هي البيت سكان، واللي هو كمان يعني هو جزء من الطب النووي ولكن أبسط من النظائر المشعة. حلو. تدرس هي دراسة كأنه عم تدرس بالطبق المحوري للجسم. ولكن تدرس البوزيترون شلون بالخلايا المرضية، شلون ياخذ المادة اللي عم نعطيها تاخذها بس الخلايا المرضية فقط. ومثلا عم نشوف عقدة لمفاوية بالطبقي. هل هي العقدة هي عقدة مريضة بمرض السرطان ولا لا؟ بتحدد لك يعني. بتحدد هي. تمام. الميزة موجودة. هي عائلة الأشعة ببساطة، يعني هيك حكينا عنها كعائلة. هاي بشكل مبسط دكتور. كل هالموسع ما شاء الله، يعني فعلا معلومات جديدة عم نسمعها دكتور. وكل هالإجراءات اللي ذكرتوها ما عدا اللي ذكرته أنه هي بتكون إلا بمؤسسات حكومية موجودة، بظن أغلبية هالإجراءات هاي متوفرة عندنا بالمنطقة ومراكزنا الموجودة المتطورة، سواء كانت عيادات الخاصة أو المراكز المعنية بالأشعة موجودة. هي ما هيك دكتور؟ هلا بتوفر عنا أكثر من بمدينة القامشلي. خلينا نحكي مدينة القامشلي اللي نحن موجودين حاليا فيها، في أكثر من رنين خاص وعام. حلو. شيء جيد جدا هذا. أكثر من طبقي خاص وعام. جدا جدا. طبعا العام أحيانا يكون برسوم رمزية، يعني ما مشان تمام لخدمة الشعب. لخدمة يعني. الشعب. نعم. طبعا اجت فترات ما كان فيها ولا جهاز شغال بالطبق المحوري. انا اتذكر في بداية صح. الثورة لما ب 2012 او 13 كانت. تمام. لما ما كان عندنا ولا جهاز طبقي شغال بمدينة القامشلي وريفها. كنا نرجع للحسكة يعني احيانا ولا الحسكة. اعتقد مرة من المرات بعثنا مريض من القامشلي لمدينة ديريك مشان يصور
طبقي محوري للدماغ. تماما. مرت فترة يعني صعبة، مرت فترات صعبة. حاليا صحيح. خلال هال10 سنين الفايتين نتيجة غياب السلطة والرسوم والجمارك وكذا، فاتت للبلد يعني أجهزة كثيرة بصراحة. تماماً. البعض منها عن طريق المنظمات كتر الله خيرهم طبعاً يعني، كلهم مشكورين يعني والبعض عن طريق الأشخاص القطاع الخاص. يعني مثل ما قلنا عندنا أكثر من رنين قطاع، أكثر من رنين يعني 2 نعم. على الأقل موجودين بالقامشلي. 3 مراكز طبقية عامة. 3-4 مراكز خاصة. نعم. يعني الحمد لله هذا شيء يرفع فيه الراس. عندنا يعني جهاز قياس كثافة عظمية مو موجود يعني المنطقة الشرقية والشمالية. نعم. كمان تماما. يعني يجوز بحلب في يجوز بس ممكن. ماني متأكد. عندنا مراكز تفتيت الحصى. مراكز تفتيت الحصى صار عندنا 3-4 بالقامشلي، يعني شيء ممتاز الحمد لله. يعني بيغطوا الحاجة أيضا بالإضافة لأنه تكون في منافسة حتى يعني كمان. تماما. يعني كان بدي أقول لك إنه تغطي الحاجة بالإضافة إلى التنافسية في الجودة والأسعار كمان. يعني جدا مهم بصراحة يعني تعطل جهاز في جهاز ثاني حلو. يعني تماما. وضع المريض ما بيعرقل يعني ابدا. الحمد لله. يعني تمام. من هالناحيه نحن يعني وضعنا كويس مثل ما ذكر الدكتور جوان انه طبعا مشكورين سواء كانت المراكز الخاصه او الاطباء اللي جابوها بجهودهم الخاصه، ايضا هن كمان مشكورين على تعبهم، لانه بالنهايه الاجهزه هاي بتخدم المرضى والمواطنين بمنطقتنا. رح ذكر مستمعينا للي جديد انضموا لنا، هلا انتم عم تسمعوا عم تشاهدوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستوديو الدكتور جوان عبد الباري خلف، اختصاصي بالتشخيص الشعاعي. عم نحكي على اليوم عن محاور جدا مهمة بعالم الأشعة. الدكتور، بروتوكول القبول المريض عندكم سواء كان بالعيادة أو بمراكزكم الشوي اللي متطورة إلى حد ما مثلا، كيف يعني تحكوا لنا عنه بروتوكول استقبال المريض؟ كيف بتحضروا المريض سواء كان الأشعة البسيطة أو الرنين المغناطيسي؟ هلا في كتير صور ما محتاجة لأي تحضير، وخاصة إذا كانت الحالات الإسعافية فنحن ما في عندنا بروتوكول محدد. تماما. ولكن يعني أحد الرسائل المهمة إنه أخي ما في داعي حدا، أنا بعيادتي الخاصة يعني نعم. اللي بيسمعوني يجوز حدا صادف إنه صار معه هيك، ما أحب أستقبل مريض ما شافه دكتور. يعني واحد وقع على إيده بده يجي يتصور عندي، أنا بفضل إنه يكون شافه دكتور ليحدد له طلبه. واحد عنده حصيات كلوية بده يعمل إيكو، يعني أنا بفضل إنه دائما المريض يشوف الدكتور وبعدين يجي ليتكلف تكلفة الصورة. يجوز ما لها حاجة يعني صح. إنه الصورة ما بتشفي. وأساتذتنا الكبار كانوا يعلمونا دائما إنه ما نعالج الصور، عم نعالج المرضى. إذا صح. المريض ما عنده شيء إن شاء الله الصورة شو ما يطلع فيها صح. ما بنعالجه. يعني المعالجة هي المريض وليست للصور. فالصورة لا بتشفي ولكن هناك بعض المرضى اللي يحتاجوا تحضير، مثلا لدراسة المرارة مشان الإيكو نفضل إنه المريض يكون على الريق. يعني دائما يفضل المريض اللي يروح على الدكتور يروح على الريق. نعم. مشان يجوز التحاليل يحتاج يجوز الصور الشعاعية كمان بعضها. في مرضى اللي عم نصورهم، هدول المرضى المزمنين اللي عم نصورهم طبقي للصدر والبطن والحوض، وهدول وتصوير الظليل الجهاز البولي كمان. نعم. مع قلته هلا بالوقت الحاضر يحتاج تحضير لإفراغ الأمعاء من فنعطيهم زيت خروع وحبوب فحم لتقلل الغازات ولإفراغ الأمعاء من المحتويات تبعها مشان تبين لنا واضحة أكثر. غير هيك التحضيرات يعني ما في تحضير، مثلا صور الماموجرام او الكثافه او بصفه عامه صور ما بدون تحضير تماما. يعني في مرضى الحقن احيانا بنسمع دكتور انه والله مع حقن ولا بدون حقن، يعني هذا شو دكتور؟ هذا هو مع حقن الماده الظليله. نعم. اللي عم نحكي عنها هون. فمرضى اللي عم ياخذوا صورة كاملة وخاصة صورة البطن، يعني عم نحكي عن البطن صح. إفراغه والتحضير يكون للبطن بس، يعني ما في تحضيرات ثانية مهمة يعني لإفراغ الأمعاء نعم. فالحقن هي مادة ظليلة. أيوة. المادة اللي تجزء يعني
تكثف الأشعة أكثر، تماما. تمتص الأشعة أكثر من بقية النسيج، ويبين لنا مثلا هاي المادة نفسها عم نحقنها بالوريد ونشوف شلون بتروح على الكلية وشلون عم تروح على الكبد بيرتسم وشلون العضو المطلوب يعني. العضو المطلوب. كل عضو له توقيت محدد أكيد بارتسامه. أكيد. أيوة. تماما. دكتور، هلا لو نحكي عن في بعض المرضى، هلا الناس عم يسمعونا، يا ترى في بعض المرضى او بعض الاشخاص ما لازم ينعمل لهم تصوير شعاعي، ما لازم يفوتوا؟ بنشوف احيانا دكتور على باب الاشعه، غرفه الاشعه، انه مثلا حاطين لصقه او كذا مثلا انه ممنوع دخول الحوامل او كذا. يعني لو تحكينا عن هالمحوران، مين هن اللي ممنوع يفوتوا على غرفه الاشعه؟ هلا ممنوع يفوتوا على غرفة الأشعة السينية هن وغرفة الطبقة، الغرف اللي تستخدم الأشعة السينية. نعم. ممنوع دخول الحوامل. الحوامل كم شغله ما، او يفضل ما يفوت الاطفال الا اذا كانت الصوره للطفل، يعني للطفل ذاته. يعني باعتبار الاشعه السينيه هي الاشعه يعني مؤينه مؤذيه للانسجه. نعم. خاصه الانسجه اللي تتكاثر، الانسجه اللي تستهدف الانسجه اللي تتكاثر، فمثلا الدرق، نعم، المبيض، الخصيه، هدول وعند الطفل كل شيء عم يتكاثر. فكل بصفه عامه يعني يفضل ما يفوت الطفل الا اذا كانت الصوره للطفل. والحامل كمان يفضل ما بتفوت. طبعا بالنسبه للرنين المغناطيسي هذا موضوع ثاني، يفضل ما بيصير يفوت ابدا ممنوعا باتا. المرضى اللي زارعين بطاريات، صح، اللي بجسمهم شظايا معدنيه، صح، معادن مثلا. معادن. هلا المعادن اللي في لهم المعادن اللي عم تطعيمات معدنيه. نعم. تبع الاسياخ لا، هدول من معدن خاص يسمح به التصوير، ما في مشكله. نعم. ابدا في يعني المعادن الحديثه. طبعا المعادن كلها يعني الناس اللي عايشين بالوقت الحاضر وبجسم المعادن هن كلهم معادن حديثه. مواد مو مغناطيسيه يمكن تصوير الرنين معها. جميل جدا. هاي ما كنا نعرفها يعني. بظن قد تسوي احياء يعني قد تعمل بعض التشويش بالطبقه حتى، بس بالرنين ما في مشكله فيه. ولكن الصمام القلبي، بعض انواع الصمامات القديمه والبطاريه القلبيه ما بيصير. وطبعا الشظايا المعدنيه تماما. بلدنا عاشت حرب وفي كثير جرحى ومصابين، فهدول بالذات يعني سؤال ضروري لهم انه يعني حتى للي يسمعونا لازم يستفيدوا كمان ويخبروا، واي حدا بيعرفوا. ايضا بطلب منكم تشاركوا رابط الحلقه لحتى كل اصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات القيمه جدا، لحتى يعني نحن دائما هدفنا عبر منبر بوير نستضيف الاطباء ونوصل المعلومه الصح والمعلومه الجديده لمستمعينا للي عم يسمعونا. دكتور، هلا من شوي حكينا هيك ضمن سياق حديثنا عن موضوع التصوير الظليل. اللي بنسمع انه الشخص الفلاني طلب منه الدكتور تصوير ظليل، حكيت شوي بس هيك يا ريت لو نفصل. هلا تصوير الظليل بعد ما اكتشفوا المادة الأشعة السينية، اكتشفوا انه في بعض المواد تمتص اكثر من المواد الثانية. منها مثلا الرصاص، صح، تمتصه بشكل تام. ولذلك نحن هلا حماية غرفنا الشعاعية جدرانهم كلها مرصصة بمادة الرصاص. واكتشفوا انه بعض المواد الثانية مثلا الباريوم، لما تشرب الباريوم وتتصور تاخذ الماء يعني تمتص أشعة أكثر من كل النسيج. فدرسوا فيها بالبداية بالباريوم المعدة، شربوا الباريوم وصوروا فيها المعدة ولا ما. بعدين اكتشفوا عدة أنواع من المواد الظليلة اللي بس ما حقناها بجسم الإنسان تدور في الأنسجة وبعدين تطرح عن طريق البول. فصار في تصوير ظليل الجهاز البولي، تصوير ظليل اللي قلنا عن المعدة والأمعاء والمري. وتطور هالشيء مع تطور الأجهزة والعلم. تطورت طبعا، كانت مواد خطيرة في البداية، بعض منها يسوي تحسسات فظيعة، صح، يعني تصل لحد الموت. ولكن مع التطور صار في مواد أكثر أمانا، واللي هلا عم تستخدم هي مواد أكثر أمانا، معدلة ربما. نعم. منحلة بالماء، تحقنها بالوريد وتصور طبقي محوري، ويعني تصور الشرايين. يعني في صورة، يعني صورة حاليا تعطيك منظر شرايين القلب كأنك عم تصور قسطرة قلبية بدون أي تداخل على يعني
تصور شرايين الجسم كاملة، شرايين الدماغ، شرايين الكلية، شرايين الأطراف، بتطور القسم منها مثل ما قلنا. يعني كان في تصوير قناة شوكية، استغنوا عنه حاليا بتصوير الرنين والطبقي. أكيد. كان في تصوير قصبات ظليل، صح. كان خطير كتير ومزعج كتير، التغى. يعني. ما زال مفيد تصوير الرحم الظليل، لأنه عملية مو بس تشخيصية. أحيانا يفتح البقين، أحيانا كتيرة مو أحيانا يفتح البقين أثناء أثناء الضغط. نعم. أثناء الحقن يصير إجراء علاجي وتشخيصي بنفس الوقت. باقي الصور الظليلة البسيطة التغت بمقابل تطور الطبقي، وصور ظليلة صارت يعني تنعمل تشكيل للكلية والحالب والمثانة وكلها مع بعض بصور الحديثة. بالناحية الثانية في مواد ظليلة حتى بالرنين، في تصوير ظليل الرنين في حالات الأورام وبعض الحالات نستخدمها، كما أنه في تصوير ظليل للإيكو. طبعا هذا ما أخذ مجاله، وما مواد ظليلة للإيكو مو متطور في مناطقنا بشكل خاص، مو مستعمل تقريبا. تماما. إذا حابب تضيف شيء دكتور؟ هدول هن اللي أجوا ببالي حاليا. يعني بنوجه تحية شكر للي عم يسمعونا ويشاهدونا. طبعا دائما عم نذكر انه برنامجنا بيحظى بمشاهدة الأطباء، زملائكم الأطباء. بنوجه تحية للدكتور ياسر أحمد، هو بعد سلامات للدكتور جوان أيضا، والفني الأخ أيمن. طبعا كلكم بنرحب فيكم، أجمل ترحيب للي عم يبعتوا سلامات. كل سلاماتكم عم تجينا وتصل الضيف. تحياتنا للجميع. الأخ أحمد تيشي بعد يعني سلام، شكرا على البرنامج الحلو. سؤالي هو بالنسبة للأورام، هل التصوير الطبقي يكشفها أكثر أم الرنين المغناطيسي؟ أهلا وسهلا فيك، وأكيد رح نطرح السؤال للدكتور جواد. حسب الورم وين، يعني في أورام الصدر والبطن الطبقي طبعا أجهزة الرنين المتطورة كتير ما عندنا منها هون بالمنطقة. يعني أجهزتنا أجهزة جيدة، ولكن ليست في أجهزة متقدمة بالدور، متقدمة متطورة. ففي منطقتنا بالإمكانيات المتوفرة، إذا كانت الكتلة أو الورم بالعنق والصدر والبطن والحوض، أفضل دراسة الطبقي. بينما إذا كانت كتلة بالدماغ فالرنين يعد أفضل بدراستها. يعني عم نحكي على طبعا الأطراف، مثلا الكتل الآفات العظمية بالأطراف كذا، كمان الرنين أفضل. تمام. بدراسته. بنوقف على هالنقطة هاي. يعني هالسؤال خطر على بالي دكتور، انه ليش مرات الطبيب نفسه، سواء كان الطبيب اللي بيبعت الإحالة أو مريضه لعندكم، انه أنا بدي دكتور جوان بدي تصور لي لمريضي بيخدمني الرنين أكثر من الطبقي، أو العكس، أحيانا بيطلب المريض الطبقي بدال الرنين. يعني لو المفارقة هاي هلا حسب الدكتور السريري، الطبيب السريري هو اللي أدرى بمريضه. لذلك أنا قلت لك قبل شوي أنا لا أفضل أني أصور أي مريض دون إحالة طبيب، لأنه الطبيب يكون فحصه. أنا يعني صار لي من 2009 تارك السريريات وعم بشتغل بمجال الأشعة، فأكيد ماني بقدرة الزملاء السريريين اللي هو يقدر يحدد. مثلا طبيب العصبية تنحكي مثال، يعني تمام، مثال حلو. طبيب العصبية عنده مريض يشك باحتشاء دماغي. شك الاحتشاء الدماغي شو هو الأفضل له؟ يجوز الرنين هو أدق، الرنين هو أدق، ولكن مريضه ما بيتحمل. مريض في حالة في حالة عصبية، نعم. فالصورة الأفضل له يعني شك بين الاحتشاء والنزيف هو. فصورة الطبقي أحسن له من صورة الرنين، مع إنه السبب دكتور إنه صورة الطبقي بتاخذ ثواني هذيك نص ساعة لازم المريض ما يتحرك. فيجوز صورة الطبقي تخدمني في الحالة هي أكثر بكثير من صورة الرنين، وأحيانا كثيرة صورة الرنين أفضل من صورة الطبقي. يعني مثلا بالتصوير العمود القطني والرقبي، نعم. والديسكات، الأمراض الشائعة يعني صح. اللي هو مثل نحن الأطباء لا يأخذون المستمعين أنه نسميها الخبز اليومي، الشغلة نعم. اللي تتداولها أكثر شيء.
طبعا الرنين افضل من الطبقي. يعني اي شخص هلا عم يسمعنا وعنده شك ديسك ودوره تيجي بالمركز العام بعد شهرين لا يصور طبقي، لا. اول شيء الاشعه اللي عم ياخذها هون هي اشعه مؤذيه نوعا ما، وهنيك اشعه ما في اشعه هنيك الرنين. ايه. وثانيا الصوره ادق يعني بصراحه. مثلا بامراض الديسك وبامراض هدول الامراض اليوميه، الركبه مثلا، بدراسه الغضاريف والاربطه، الرنين افضل بكثير، ما في مجال للمقارنه. السبب لانه دقه اكثر، متعرض للاشعه. لا هنيك الرنين يدرس الانسجه الرخوه، يدرس الاربطه والغضاريف، بينما بالطبقي ما في تمييز بين الغضروف والنسيج الرخوي والاربطه، يعني ما فيها التمايز اللي في الرنين الاوضح يعني. طبعا حسب حاله المريض، ولكن اغلب الحالات يقرر الطبيب السريري. يعني احيانا يكون المريض يحتاج الشغله الفلانيه الرنين، واحيانا الطبقي افيد له بكثير مثلا. اذا لكل حاله لكل قاعده شواذ. مثلا كتل قلنا البطن افضل له، بس ولكن كتل الحوض والجهاز التناسلي عند النساء افضل له الرنين. يعني حسب الحاله، والطبيب السريري هو الشخص اللي بيقرر شو لازم المريض. اكيد. بنوجه تحية مرة تانية للي عم يسمعونا على شاشة البرنامج، طبعا على الفيسبوك صفحة الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا من الاستوديو الدكتور جوان عبد الباري خلف، اختصاصي بالتشخيص الشعاعي. اليوم جدا محاور جميلة جدا ومهمة ومعلومات جدا قيمة عم يوصل لنا إياها لمستمعينا ولا متابعينا، ونتأمل أنتم تستفيدوا من هاللقاءات اللي عم نستضيف فيهم خيرة أطبائنا. طبعا هن مشكورين، جهودهم مشكورة، تعب مشكور بالنسبة لنا. دكتور، هلأ من شوي حكينا تحت الهواء، حتى كنا عم نحكي انه شو هي الاجراءات التصويرية اللي سابقا ما كانت متوفرة عنا وهلا هي حاليا موجودة عنا. يعني حكينا انه عندنا كذا جهاز رنين بقدرات جيدة، عندنا كذا جهاز طبقي محولي بقدرات ممتازة. نعم. عندنا وكواليتي جيد يعني دكتور. كواليتي جيد جدا، حتى يعني مشان يعني على مستوى سوريا يعني. نعم. ولكن عندنا مثلا بالاضافة لذلك عندنا جهاز كثافة عظمية، طبعا جهاز فريد جديد هون بالمنطقة. يعني شو بيخدم أطباء زملائكم جهاز الكثافة أصحابين الاختصاص مثلا؟ يدرس يعني كما من اسمه مبين يدرس كثافة العظم. طبعا مين المرضى اللي يحتاجوا لجهاز يعني لتصوير الكثافة العظمية؟ النساء بعد سن الحكمة، بعد انقطاع الدورة. نعم. يصير عندهم بطبيعة الحال درجة من الترقق العظمي. يفيد هؤلاء، يفيد المرضى اللي يستعملوا أدوية مزمنة مثل الكورتيزونات، مثل الأدوية المعالجة سرطان، معالجة الأورام. الأدوية هي يفيد بدراسة كمان المرضى اللي عندهم نقص فيتامين د الصغار حتى بالعمر. لدراسة مريض بيصير عنده كسور مرضية، ندرس كثافة العظمية عنده. كمان الإدمان بشكل عام يسبب ترقق عظم، ويفضل دراسة يعني إدمان الكحول، إدمان التدخين، حتى المخدرات. نعم. يعني بيخدم كذا مجال. وبس ثقافة دراسة الكثافة العظمية ما لها منتشرة بمنطقتنا بصراحة. يعني لما كنا بالشام ومراكز هنيك في طلب أكثر على هاي الصور، لأنه مراكز بحثية وكذا فيها. هون أقل طلب الكثافة العظمية أقل، ولكن جهاز يعني وحيد بالمنطقة. والمعالجة هنيك كانت يعني ممكنة دكتور، أما يعني هم كمان المعالجة ممكنة يعني مثل ما حكينا هي مجرد ثقافة. يعني صار التطور. طبعا الحاجة هي أم الاختراع بسبب انقطاع الطرق وظروف الحصار والحرب. نعم. يعني صار في مثل ما حكينا، يعني صار التطور اللي صار يجوز جاي من الحاجة، يعني انه احتجنا انه نتطور هون فتطورنا. مؤكد يعني. وغيره دكتور، هلا من شوي كمان ذكرت موضوع تصوير الشرايين والأوردية. هلا في مجال تصوير الشرايين بشرايين جسم كاملة، خاصة شرايين القلب. يعني في مركزين على قلب المنطقة، يعني مركز أنا
متاكد. ومركز ثاني اظن كمان يصوروا شرايين القلب بالطبق المحوري بدون اجراء قسطره قلبيه. هل الاجراء هذا يغني الى حد ما عن القسطره القلبيه؟ جميل جدا. يعني هذا طبعا كمان يرجع للطبيب السريري اللي هو يحدد مين صح. اللي يلزم له هاي ومين يلزم له هاي، لانه هذا اجراء تشخيصي فقط، بينما القسطره هي اجراء تشخيصي وعلاجي كمان نفس الوقت. حلو، تختلف. جميل جدا. يعني طبعا نرجع طبعا نذكر انه مشكورين اصحابين الفكره واصحابين اللي قاموا ان الاطباء سواء كانت الشركات او مين من كان تحت اي مسمى اللي جابوا هالاجهزه وخدموا اولاد هالبلد هذا ومرضى هالبلد هذا، طبعا مشكورين ونتمنى لهم التوفيق ايضا اكيد. دكتور، هلا مرضى السرطان ضمن سياق حديثكم شوي حكيت عن مثلا البيت سكان، مرضى السرطان لازم كم مرة بالسنة يقدروا يصوروا مسموح لهم أو في عدد معين مفتوح هلا بصراحة ما في شيء اسمه عدد محدد، ولكن مثل ما حكينا هلا الطبيب المعالج، الطبيب السريري هو اللي بيحدد. يعني أحيانا نحن عم نلاحظ أنه أغلبية المرضى بحسب طور العلاج كمان، يعني لما تصير المراقبات، لما الحمد لله يعني كمان علم الدواء يتطور وفي مرضى السرطان، مشان ما يعني اذا كان في حدا من مستمعينا يعني صار في شفاء الحمد لله، يعني فينا نقول انه في شفاء من بعض انواع السرطان، مثلا سرطان الثدي نسبة كبيرة اللي يكتشف باكرا يشفوا. فهدول احيانا كل سنتين كل سنة، يعني الحاجة للتصوير يحددها الطبيب المعالج اللي يعني بالفترات حسب فترات العلاج. فالفترات الأولى يكون المراقبات أقرب لبعض، وكل ما عم تبعد يعني من 3 شهور ل6 شهور، بعدين سنة، بعدين كل سنتين. ف بيحددها الطبيب المعالج. ما في حد محدد، يعني ما في جرعة، ما في جرعة أشعة تمنع من اعطائها، ولكن التصوير بالنهايه التصوير يعني ما في بالنهايه. تماما. دكتور، هلا دائما السيدات هن الاكثر عرضه للاشعه، باعتبار ان من المفروض تكون في ثقافه الفحص الدوري للثدي، سواء كانوا النساء اللي بيمرقوا بعد العمر ال40 سنه. هلا لو نحكي عن اضرار الاشعه، الست مرة حامل هي وعم تسال يا ترى فيني اعمل ماموغراف، انا حاليا عم بشكي من وجع او كذا. لو نحكي عن موضوع اضرار الاشعه بالنسبه للعاملين بالسلك الصحي، او سواء كان الفنيين او الاطباء والمرضى السيدات اللي عندهم حامل. هلا بصراحه المريضه الحامل ما بتعمل ماموغراف، يعني في مؤجل، ما اسعافي، ما في شيء اسعافي، وفي عندها مجال تصور ايكو ثدي بعد يتشخص شو ما كان بعد الحمل ان شاء الله. بس تقوم بالسلامه. النقطه الثانيه اللي حكينا عنها اضرار الاشعه. اضرار الاشعه هي كصوره او صورتين او 10 ما في ضرر، ولكن ليش لنستعمل الاشعه في غير مكانها؟ يعني مثل ما حكينا، اذا ما طلب لي الدكتور الصوره ليش لا اتصور؟ يعني الضرر الأشعة هو ضرر تراكمي. يعني الضرر هو تراكمي. الأكثر عرضة للضرر مثل ما تفضلت هن الأطباء والفنيين، الفنيين بدرجة أكبر كمان عرضة للضرر. ولكن مع تطور العلوم في شغلة كنا نسيناها، إنه الأشعة السينية بلشت تستخدم في العمليات. فمثلا في عمليات تثبيت الفقرات، وعمليات القوسي، التنظير القوسي، تنظير تثبيت العمليات العظمية والعصبية والبولية والقسطرة القلبية كمان أشعة سينية. هدول يعني نحن كأطباء أشعة عندنا ثقافة، وكفنيين شعاعين عندنا ثقافة الحماية، يعني نحن عم ندرسها. يعني هي مادة من موادنا، سواء كالفنيين اللي عم يدرسوا ومعهد سنتين ولا اثناء الاختصاص، عندنا مادة اسمها الوقاية الشعاعية. ونحن عم نحمي حالنا ونحمي المنشآت. يعني مثلا أنا أحمي المنشأة اللي أنا مسؤول عنها، إنه لازم جدرانها كلها تكون مرصصة. طبعا المرضى خلال المريض يعني من جرعة أو جرعتين أو 3 ما بيصير عليه أي ضرر،
ولكن اللي يتعرض للضرر هو الضرر اللي عم يتعرض بشكل يومي. مثلا اطباء العصبيه والبوليه والعظميه، هدول اللي عم يعملوا عمليات تحت التنظير. صح. يعني هذيك التنظير الشعاعي بتاخذ مده، يعني كمان مو نحن الصوره الشعاعيه بتاخذ اجزاء من الثانيه، بينما هنيك بالدقائق عم يشتغلوا. يعني صح. عم بثبت صفيحه البرغي، بدي اشوف اتجاهه، بدي كذا، عم بعمل عمليه وقت. تنظير حالب. صح. فهدول الاطباء زملاء يعني اهديهم تحيه، وارجو منهم انه يحافظوا على صحتهم قدر الامكان بارتداء الدروع الواقيه ودروع الدرق. هدول هن. بينما الناس اللي يفضل ما تستقبل اشعه حكيناها، يعني مثلا اللي هي المراه الحامل، جميل جدا، مع انه الصوره الواحده او الصورتين او يعني معلومه هيك كعدديه اتذكرها، انه 15 صوره شعاعيه للحوض يعني مكان الحمل، الاعضاء التناسليه للحوض ما بتاذي. حلو. ولكن شو معرفني انه انت يا اختي يا حامل بعد اسبوع ما راح تصير معك حادث واضطر اصورك 10 صور لايدك واجرك وراسك مثلا. فانت لازم تقلل بدنا نعمل اقل. طبعا البيئه تبعتنا صارت بيئه ملوثه، يعني الاشعه الموجوده، اشعه الصوره في ظل هالشمس والتغيير المناخي وهذا اللي عم يصير، يعني في تلوث كثير من حوالينا. بدنا نقلل على الاقل هي الجرعه اللي ما لها لازمه. يعني ليش لنفوت جايبه ابنها المريض وهي حامل، ليش لفوتها هي؟ تماما. يعني احيانا كثيره انا كشخص بتعانوا من المشكله. افوت انا اصور معها او نادي حدا من المرافقين، الناس اللي من الشارع، مشان يعني ما في ضروره. طبعا ما فيها ضرر. نعم. بصراحه ما فيها ضرر، يعني ما فيها خوف كبير، ولكن الوقايه خير من العلاج. يعني حتى لو لا سمح الله الام تعرضت للاشعه واجى جنين لاي سبب ثاني مشوه، تناخذ تحمل يعني مسؤوليه الحس. يعني ما يفضل تبتعد. طبعا والاطفال كمان ايضا، الطفل عمره قدامه العمر كله، ما بنعرف شو يحتاج. صح. فيفضل يبتعد عن الاشعه. الاعضاء الاكثر تاثيرا مثل ما قلنا ان هن الدرق، الشبكيه العين، الاعضاء التناسليه الخصيه والمبيضين. نعم. فالدرع الواقي وواقي درق والنظارات في بعض الاختصاصات هدول. يعني انا التوصيه ما للمرضى، التوصيه للاطباء بصراحه، يعني اكثر العاملين بالسلك الصحي، يعني اللي هو الطبيب، مساعد الجراح، الوحيد اللي يلتزم كثير انا ملاحظتي بغرف العمليات. يعني لا يعني طبيب الاشعه ما بيفوت، نادر ما يفوت لغرفه العمليات، ولكن فني الاشعه بيفوت معه. والاكثر التزاما بتطبيق تطبيقات السلامه هو فنيين الاشعه، وتحياتي لهم كلهم. اكيد يعني اكيد. دكتور جوان عبد الباري خلف، مشكور على المعلومات الجميله والحضور الجميل. لكن نحن دائما بنهاية لقاءاتنا بنوجه نصائح. اليوم راح تكون نصائحكم ما لنا الناس أكثر بما تكون يعني توعية للناس اللي عندهم ربما غلط، معلومات خاطئة مثل ما ذكرتوها، اللي هي تعرض كذا كذا للحوامل أو غيرهم، عدد معين من الصور. ولزملائكم الفنيين الأشعة نصائح من عند الدكتور جوان لننهي حلقتنا. النصائح بصراحة يعني مثل ما قلنا بالأول، الصورة الشعاعية ليست صورة فوتوغرافية، فيفضل أنه أي طلب تصوير طبعا في تكلفة مادية، في تعرض الشعاعي، حتى لو صور الإيكو والرنين اللي ما فيها تعرض شعاعي في تكلفة وفي هدر للوقت، سواء حتى لو كان بالقطاع العام، المكان اللي ما بيدفع فيه المواطن. صح. أنت عم تهدر وقت الفني والجهاز يخدم فيه مريض ثاني. فالصورة لازم تكون بناء على طلب طبيب سريري. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحوامل يبتعدوا عن التصوير الشعاعي. طبعا في ايكو اللي بيخدمون في شغلات كثيرة، وفي شغلات تتأجل، يعني ما بالضرورة. يعني طبعا فينا يعني في حالات الإسعاف
عم نستعمل الأشعة بتلبيس المريضة وتغطيتها بالدرع الواقي من الرصاص. الدرع الواقي من الرصاص بيحمي إن شاء الله. والحماية كلها من عند الله. أكيد بالنهاية طبعا التوصية وتحية للزملاء يعني الجراحين بشكل عام، يعني جراحين العظمية والأوعية والجراحة العصبية والبولية وكل والأطباء القلبية اللي يستعملوا قسطرة قلبية، يعني بالالتزام لحماية الشخص، أن يحمي نفسه قبل كل شيء. ونتمنى أنه القطاع الصحي يتطور منطقتنا، والقطاع الصحي العام يتطور، لأنه هو الأساس. يعني مهما كان في قطاع خاص متطور، القطاع العام هو الأساس. أكيد. شكرا لكم ولاستضافتكم. شكرا لكم دكتور جوان عبد الباري خلف، اختصاصي بالتشخيص الشعاعي، على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.